الاوردر النهارده مش اول اوردر اعمله. انا تقريبا كل اللي بيتطلب من الاوردرات اللي هي ورق عنب بالكوارع او محشي كوارع. بس انا عايزه اقول لكم ان المحشي الكرنب بالكوارع احلى مليون مره بورق العنب. سمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هنبدا نعمل النهارده احلى طاجن محشي ورق عنب بالكوارع. وانا عملت معاكم قبل كده الفيديو ان احنا بننضف الكوارع ازاي، وان احنا ما بنرميش الميه بتاعتها وبنسلقها. حله فيها معلقتين زيت على النار، اول ما الزيت يسخن انزل بالكوارع بتاعتي وبحط المنكهات الصحيحه. ومعايا بصلايه وطماطميه قطعتهم وحطيتهم اول ما الكوارع عندي بتاخد صدمه وتغير لونها ببدا اقلبها على الجنب التاني على طول. انا ما بحطش ملح فيها لما بتستوي. شايفين الشكل بتاعها ده؟ اول ما بتتحمر معايا كده اقلبها على الجنب التاني. اجهز الميه السخنه بتاعتها واقوم حاطه عليها ميه سخنه، ما بنحطش ميه بارده، اهم حاجه ان الميه تكون سخنه. شايفين؟ اول ما الميه بدات تغلي معايا ما بتطلعش ريم. انا عملت معاكم فيديو قبل كده وعرفتكم ازاي ان احنا نغسل الكوارع كويس وان احنا ما نرميش ميتها. احنا كده بنخسر فايدتها لما بنرميها. معايا الطاجن بتاعي حطيت في قلبه بصل وطماطم وجزر. لفيتهم، حطيت الكوارع بتاعتي في الارضيه، في ارضيه الطاجن كده، وقمت رايحه رصه المحشي. انا طبعا كنت حاشيه المحشي وحاطه في جنب لوحده. اول ما خلصت كده لفيت المحشي وحطيته ودخلت الفرن على درجة حرارة 180. قعد معايا حوالي ساعة، ساعة وعشرة في الحدود دي كده. كل واحد طبعا بيبقى عارف معيار الفرن بتاعه. وطلع معايا بالشكل الجميل ده. انا كنت نسيت اغطيه، فالمحشي من فوق كده خد لسعة خفيفة، بس انا وريتكم شكل ما انتم شايفين كده الورقة مستوية من تحت وخضرة، يعني هو اتلسع مني بس من فوق. لو انتوا اول مرة تشوفوني، انا صفحة اكل بيتي، اتمنى انك تتابعوني ومستنية اوردرات.